طيب حبايبي اولى ثانوي، يلا على امتحان 3 عشان نخلص ان شاء الله سلسله الامتحانات بتاعتنا بتاعه بوكلت كتاب جيم اللي هم 10 امتحانات. ما تنساش طبعا ان انا بكفر لك او بغطي لك كمان الرايتنج اللي هو المقالي، وبوريك بالظبط الافكار اللي انا طلعت منها في المقالي او يعني في التوبيك الموضوع، عشان ممكن انت تبقى مثلا عامل حاجه زيها او تفهم كمان انت تكتب الرايتنج ازاي. طيب بيقول لك اول حاجه الاقصر لايز ان الاقصر بتقع في ايجيبت، في طبعا المنطقه الجنوبيه في مصر. طبعا مفيش حاجه اسمها ساوث ايجيبت. تمام. طيب اللي عندي هي ذا. طيب ما ينفعش اقول ذا ساوث ايجيبت. طيب بقول ايه بقى؟ ذا ساوث اوف ايجيبت، يبقى دي اول واحده. تمام، ثانيه معايا. طيب يبقى بقول ده south of Egypt أو southern Egypt. تمام، يبقى اللي أنا أقدر أختاره معناها الاتنين، خد بالك معناهم المنطقة الجنوبية. يبقى المنطقة الجنوبية خلينا نهايلايت كده عليهم. يبقى ده south of Egypt، دي أول واحدة، و southern Egypt معناهم المنطقة الجنوبية. تمام، يبقى اول ما تشوف ايجيبت يبقى انت ممكن تقول ده ساوث اوف الجنوبي، عايز تقول الشمالي ده نورث اوف، وهكذا. او المنطقه الجنوبيه ساوثرن. في حاجه عندي اسمها ساذرلي اللي هي بتنتهي بال واي، ودي بتيجي مع الرياح، وان شاء الله تاخدها في ثالثه ثانوي باذن الله. طيب بيقول لك نادين is an honest girl. نادين بنت امينه. ماشي يا نادين. The antonym of the word honest، بيقول لك عكس كلمة honest. طب عكس كلمة honest اللي هو غير أمين. طب غير أمين اللي هو إيه بقى؟ dishonest، هي جاية منها أهي بإضافة البريفكس، بس هي das، أنت ضفت بس كلمة das. وكلمة تانية اسمها deceitful معناها غير أمين. تمام. innocent يعني بريء، loyal يعني عنده ولاء، genuine يعني حقيقي. فبالتالي الكلمتين هما deceitful و dishonest هما عكس كلمة honest. ده طبعا الام ار كيو، زي ما قلت لك انك تختار اجابتين من 5. نرجع بقى للام سي كيو بتاعنا العادي. بيقول لك the room was a space with no furniture or decorations. بيقول لك ان الاوضه كانت ايه؟ اكيد كانت فاضيه وما فيهاش ولا فرنتشر ولا اساس ولا اي ديكورات. طيب خد بالك الكوما دي غيرت في الكوما دي غيرت في الجمله كتير جدا. ليه بقى؟ لان انا كنت ممكن اقول the room was filled with no furniture or decorations على طول من غير الكوما. يعني كنت عايز اقول كده ان الاوضه مليانه بولا حاجه. الكوما بقى قالت لك ان هي قسمت الجمله نصين، نص ده ونص ده. فالاوضه كانت ايه بقى؟ كانت فاضيه. فهمت قصدي؟ طيب ودي جمله تانية بقى. فالكوما هنا غيرت طبعا الاختيار. يعني الاختيار هنا empty. طب كان امتى بقى اقول filled؟ كان امتى اقول مليئه بيه؟ مليئه بيه لو من غير كوما، معناه ان انا اقول مليئه بيه ولا شيء. لكن ما ينفعش اقول مليئه واعمل كوما وابدا جمله كمان، لا، يبقى كلمه empty هي اللي اتحطت هنا عشان يقول لك الاوضه كانت فاضيه يعني. طيب تعالى بعد كده بيقولك before signing the space، قبل ما اتوقع اكيد انت عارف هتوقع يا اما اتوقع حاجه application، العقد، الحاجات دي كلها. before signing the contract اللي هو العقد. challenge تحدي، skill مهاره، idea الفكره. she is highly نقط، هي طبعا مالها for the job للوظيفة with years of experience in the field. هي طبعا مؤهلة للوظيفة لأن هي عندها في المجال ده عندها خبرات كتير. stressful يعني حاجة بتضغطك. frustrating يعني حاجة بتحبطك. frightened يعني خايف، ولكن الإجابة qualified يعني مؤهل للوظيفة وتستحق يعني الوظيفة. he felt هو شعر بيه مش عارفين for not telling the truth and decided to confess. بيقولك هو شعر بإيه؟ وإن هو ما قالش الحقيقة وقرر ان هو يعترف بقى خلاص. يبقى شعر بايه؟ شعر بالذنب طبعا. يبقى he felt guilty معناها يشعر بالذنب. تمام. proved يعني يثبت. mysterious يعني حاجة غريبة فيها اسرار. و transparent يعني شفافية. the job الوظيفة was not online. الوظيفة مالها اونلاين على النت يعني النت and many people applied for it. وفي ناس كتير قدمت على الوظيفة دي. يبقى الوظيفة دي تم اعلانها اونلاين. employed وظفت. forgot ينسى. taught يتعلم يعني او تعلم. كل الحاجات دي ما تنفعش، ولكن الاجابة advertised معناها تم اعلان الوظيفة اونلاين. it's important to use هي مهم جدا انك تستخدم products منتجات ايه مش عارفين. to reduce the use of chemicals in our daily lives عشان تقلل المواد الكيميائية او المنتجات اللي بتحتوي على المواد الكيماوية في حياتنا اليومية طبعا. يبقى انت لازم تبقى to use، لازم تستخدم ايه البرودكتس بقى؟ natural products اللي هي المواد او المنتجات الطبيعية.
تمام. artificial ده المواد الصناعية اللي هي الحاجات الصناعية يعني اللي هي المان ميد، فبالتالي ده طبعا بيزيد من الحاجات اللي فيها الكيميكالز لان صناعية. frustrating حاجة احباط. successful يعني نجح. unluckily للأسف لسوء الحظ ماله the bus. ادي هنا بقى ايه، ادي هنا الجرامر كان بتاع الوحدة. طيب unluckily ولسوء الحظ the bus space before we arrived at the bus station او the bus stop. للاسف الباص او الاتوبيس مشي قبل ما نوصل المحطة. طيب هو مين اللي حصل الاول؟ اللي حصل الاول ان الاتوبيس مشي وبالتالي احنا ما لحقناهوش. طيب يبقى الحدث الاولاني اللي بيحصل في الماضي بياخد past perfect، والحدث التاني اللي حصل بعده بياخد past simple. انت عندك هنا الحدث التاني اللي هو الباست سمبل، فبالتالي اجابتك اللي هو الحدث اللي حصل الاولاني اللي هو had passed. تمام. يبقى had passed معناه ايه؟ had passed معناها ان هو الباص مشي وبعد كده احنا وصلنا. تمام. فللاسف ما لحقناهوش. طيب he not have understood the instructions as he did the task completely wrong. هو نقط التعليمات لان هو عمل كل حاجة غلط، فهو كده اكيد ما فهمش التعليمات اكيد. ولو تلاحظ ان هي في 1 و 2 في الامتحان 1 وامتحان 2 اتكررت، ودي بتتكرر المرة الثالثة في الامتحان الثالث. طيب must have يعني انت متأكد ان حاجة حصلت. may have انت مش متأكد، شاكك ان حاجة حصلت او لا. can't have انت متأكد ان حاجة ما حصلتش. could have يعني كان عنده ability ان هو كان عنده امكانية ان يعمل حاجة في الماضي. تمام. طيب يبقى اكيد انت متأكد ان حاجة حصلت او ما حصلتش. طيب he must have understood the instructions هو اكيد فهم التعليمات، يبقى كان المفروض عمل الحاجة صح. لكن هو عمل حاجة غلط يبقى اكيد ما فهمش التعليمات. يبقى انت متأكد ان حاجة ما حصلتش في الماضي يبقى can't have. تمام. يبقى he can't have understood the instructions اكيد ما فهمش التعليمات. if I were you قاعدة if التانية اهي، لو انا مكانك ايه اللي هيحصل؟ طبعا استخدامات if التانية هي بتستخدم للنصيحة. لو انا مكانك I would على طول. يبقى if I were you I would take some time off to relax and recharge. انا طبعا هاخد يعني راحة كده وهبدأ ان انا اشحن من جديد يعني وارجع تاني. يبقى if I were you I would. the man الراجل reading the speech is my uncle اللي بيقرا ال speech is my uncle. طيب دي ing. لو انا قلت هو اللي هي هو دي بس كده مفيش حاجه اسمها هو reading، لان كلمه ing دي لازم يسبقها يا اما am was و are يا اما was و were. طيب يبقى the man whose دي ملكيه، ما ينفعش اقول الراجل اللي يمتلك القرايه، لا الراجل اللي بيقرا طبعا الراجل ده عاقل، فهستخدم كلمه هو. بس هو في حاله ان لو ده مصدر يعني اقول هو reads بس، او طبعا في الماضي هو read. تمام. لكن هنا reading ing فلازم احط am was و are plus ing، يبقى who is reading. يبقى الراجل اللي بيقرا الحاجه دلوقتي هو طبعا خالي او عمي. Alexandria اسكندريه ده مكان. space is the north of Egypt اللي هي تقع في شمال طبعا مصر. طيب انت هتقول لي مكان فانا هختار وير. بص يا حبيبي عشان تبقى انت فاهم، وير ما بيجيش وراه فعل نهائيا، واز ده فعل فما ينفعش احط وير. طب مين يعوض عن وير؟ هي which. تمام. يبقى انا ممكن استخدم مع الاماكن وير وwhich بالشرط، او طبعا يعني ده بشرط حاجه واحده من حاجات كتير. اول شرط طبعا ان وير ما بيجيش وراها فعل. يبقى Alexandria which is the north of Egypt اللي هي تقع في شمال مصر مالها is the place كذا كذا كذا. be careful with that vase خلي بالك مع الفازة دي. it's delicate هي هشة وضعيفة. and not if you drop it وممكن تتكسر لو انت يعني وقعتها. طب هل الجمله في المضارع ولا في الماضي؟ لا ده في المضارع، لان انا عمال اكلمك بقول لك خلي بالك من الفازه دي. طب المستر من شويه قال لي must have broke must have وكانت have ومي have، كل الحاجات دي انت متاكد ان او شاكك او الحاجات دي في الماضي عشان have والتصريف الثالث. فاذا الثلاث اختيارات بي ودي وسي ما ينفعوش لان الثلاثه بيتكلموا في الماضي. فانت بالتالي ان مفيش الا اجابه واحده بس هي كلمه might break هي اللي تنفع، لان انت بتقول له خلي بالك من الفازه هي سهله الكسر، ولو وقعتها يعني انت لو وقعتها ربما تتكسر. تمام. يبقى might break لان دي المضارع والجمله في المضارع. I have a meeting scheduled with the CEO انا عندي meeting وهو تم تحديده مع مدير طبعا المكان او المدير. with not I need to discuss the project كلمه with مع اللي معاه هبدا اتناقش في المشروع، يبقى انا هتناقش في المشروع مع السي او. طيب يبقى السي او ده راجل طبعا عاقل، يعني اللي ينفعني هنا هوم وهو هوز، which ما تنفعش لان which ما بيجيش مع العاقل. طيب لو انا قلت هوز اللي هي ملكيه ما ينفعش اقول هوز اي لان مفيش حاجه يعني ملكاني، فكده انت عندك سي ما تنفعش. عندك هوم وهو.
هو يا معلم اللي هي بي دي ما بيجيش قبلها حرف جر، تمام؟ فبالتالي ولا مثلا بعدها كده على طول، فلازم ان حرف الجر ده يجي بعيد عن الجمله. فكنت ممكن اقول مثلا ايه who I need to discuss the project with، تنفع كنت اختار هو ساعتها. لكن with مباشره مع ضمير الوصل هي with whom على طول، تمام؟ عفوا، يبقى with whom. طيب that job الوظيفة دي requires تتطلب someone who is not، تتطلب حد ماله and can adapt to different situations، وممكن ان هو يتكيف او يأقلم نفسه مع مواقف عديدة. يبقى الراجل ده لازم يبقى ايه بقى؟ لازم يبقى مرن، لان انت عندك كلمة confident يعني واثق من نفسه، ممكن تنفع لان الواثق من نفسه ممكن تيجي مع الاشخاص. exciting يعني حاجة محفزة مش بتاعتك. honest امين لا، لان honest confident flexible ده بتيجي مع الناس. بس ثواني، بيقول لك ان هو ممكن يتكيف مع مواقف مختلفه، ممكن عنده كده مرونه، يقدر عادي في اي موقف يقدر يحل. يبقى كلمه flexible يعني عنده مرونه، تمام؟ طيب تعال نشوف القطعه بيقول لك ايه بقى. بيقول لك living a healthy lifestyle is one of the most effective ways to prevent disease. بيقول لك انك تعيش حياه صحيه هي واحده من الحاجات الكفء او من الطرق الكفء، يعني ان هي تمنع الامراض. بيقول لك a healthy lifestyle includes eating a balanced diet, getting regular exercise and getting enough sleep. طيب عشان اعيش لايف ستايل حلوه لازم تبقى فيها ايه بقى؟ فيها دايت، وانت بتاكل اكل صحي، وطبعا بتحصل على تمارين وبتتدرب يعني، و getting enough sleep، وطبعا بتنام بشكل كافي. When we eat a balanced diet our body gets the nutrients it needs to function properly. لما بناكل الاكل الصحي او الاكل اللي بيبقى لو انا عامل دايت، بالنسبه كده بقى ان البادي بتاعك او الجسم بتاعك بيحصل على العناصر الكافيه الغذائيه اللي هي بيحتاجها الجسم عشان يبدا ان هو يشتغل بشكل صحيح. بيقول لك this helps to strengthen our immune system and the fight off diseases. خد بالك طالما هعلم لك على حاجه هنا يبقى لازم يسالك سؤال عليها، يا معناها يا المضاد والحاجات دي كلها. this helps to strengthen our immune system، ده بيساعد ان هو بيقوي الجهاز المناعي بتاعنا وبيحارب الامراض. بيقول لك regular exercise helps to maintain a healthy weight، ان طبعا ان لما بتلعب رياضه كتير بيساعد ان انت تحافظ على وزن مناسب وصحي. وكمان طيب بيعمل ايه؟ reduces the risk of heart disease، وبيقلل يعني الريسك اوف هارت ديزيز، ممكن يحصل لك مثلا امراض في القلب او حاجه. and improves the mental health، وبيساعد في تحسين الحاله المزاجيه او الحاله العقليه يعني. getting enough sleep also plays a crucial role in preventing diseases، ان طبعا انت لازم تحصل على، او لما بيقولك لما بتحصل على قدر كافي من النوم هو حاجة مهمة جدا في منع الأمراض as it helps to keep our immune system strong and reduces the risk of developing chronic diseases. بيقولك كمان ان هو ده بيلعب بالدور المهم جدا انك تاخد يعني قدر كافي من النوم، لان ده بيقوي الجهاز المناعي وبيبعد عنك الامراض المزمنه اللي هي chronic diseases، وعكسها كلمه acute diseases معناها الامراض المؤقته طبعا زي البرد والكحه والحاجات دي كلها. ان دي عشان to a healthy diet، وكمان بالاضافه للدايت يكون مناسب ليك، وكمان exercise وسليب والحاجات دي كلها، لازم ان انت to avoid harmful habits such as smoking and excessive alcohol consumption، لان طبعا كان also help prevent disease. انت طبعا بيقولك علاوة على ذلك الحاجات اللي هو تم ذكرها، وكمان لازم تبعد عن التدخين لان التدخين بيسبب امراض طبعا. بيقولك لان smoking increases the risk of developing lung cancer، ان طبعا التدخين بيساعد او بيطور كمان حتة ان يعني لا قدر الله يحصل لك سرطان في الرئة، وبيحصل لك كمان heart disease وامراض في القلب وعدة امراض اخرى. while excessive alcohol consumption، بينما excessive alcohol consumption الناس اللي بتشرب يعني بتشرب كحوليات can lead to liver disease and other health problems، ممكن كمان يؤدي طبعا لمشاكل في الكبد وكده نتيجة للشرب. we should avoid the excessive use of everything even fruit and vegetables. كمان هنا اللي كتب الحاجة قالك مش شرط كمان انك تقتصر بس على انك تقلل في الحاجات دي، ده كمان انت لازم برضو ان الفاكهة والخضار ما تقعدش برضو تاكلهم كتير جدا، لان كتر الحاجة برضو ما بتبقاش حاجة حلوة. طيب overall يعني بيقولك عامة بقى living a healthy lifestyle is essential for preventing disease and maintaining good health.
ان انت بتعيش لايف ستايل كويسه، ده بيمنع الامراض وبيديك صحه كويسه. يعني by making small changes to our daily routine، ان احنا نعمل تغييرات في الديلي روتين بتاعنا، طبعا الروتين اليومي بتاعنا، زي ايه مثلا such as eating a balanced diet and getting regular exercise، ان احنا عن طريق ان احنا ناكل اكل صحي، نعمل دايت، ونحصل على تمارين، يعني نلعب ونتدرب والحاجات دي كلها. طبعا ده بيؤدي we can significantly reduce our risk of developing chronic diseases، ده بالتالي بيمنعنا بشكل كبير جدا من المخاطر اللي ممكن تحصل لنا من الامراض والحاجات دي كلها. طيب بيقول لك what's the opposite of strengthen يعني يقوي. طب ايه عكسها؟ عكسها weaken، يضعف. تمام، يبقى weaken معناها طبعا weaken عكسها strengthen. طيب بيقول لك space habit can increase the risk of developing disease. ايه هو من الهابت اللي ممكن يساعد على يعني يؤدي الامراض؟ طبعا eating a lot of junk food هي ممكن فعلا تسبب امراض، بس هي ما اتذكرتش في القطعه، لكن اللي اتذكر في القطعه بيجيب امراض هو السموكينج. تمام. طيب is not mentioned in the text as a way to prevent disease. بيقول لك ايه هو اللي لم يذكر في القطعه كعلاج للامراض، او اللي هو حاجه تمنع الامراض. getting enough sleep، لا ده يمنع الامراض طبعا. exercise regularly يمنع الامراض. eating junk food ما نعرفش، ما اتذكرتش. ولكن smoking هي الحاجه الوحيده اللي اتمنشنت او تم ذكرها في القطعه، وهي كانت طريقه ان هي ما تمنعش الامراض، هي بتجيب امراض، لكن اللي بيمنع الامراض هي A و C. تمام، عشان كاتب لك كلمه not. regular exercise is important for preventing disease because بيقول لك انك تلعب رياضه بشكل يعني منتظم او بشكل دوري، هو حاجه مهمه عشان ايه؟ for preventing disease because ايه بقى؟ لان عفوا، لان طبعا it helps to maintain a healthy weight، ان هو طبعا بيساعد انك بتحافظ على وزنك والريسك اوف heart disease، وان ما يبقاش عندك اي مشاكل في القلب، وبيحسن الحاله المزاجيه. فهو all of the above. all of the above معناها ان كل ما ذكر، يبقى كل ما ذكر دي افاده لما انت بتلعب رياضه طبعا. What can excessive alcohol consumption lead to according to the text؟ بيقولك لما بتشرب كحوليات كتير ده ممكن يؤدي لايه؟ الحاجه الوحيده اللي بيؤدي ليها اتذكرت في القطعه هي كلمه liver disease، ان هو بيعمل امراض في الكبد. lung cancer و heart disease دول بتوع التدخين. طيب what's the main idea of the text؟ ايه هي الفكرة الرئيسية من التكست؟ eating a balanced diet is the only way to prevent disease، هو الاكل الصحي بس هو الحاجة الوحيدة اللي بتمنع الامراض. بالعكس، ده دي كان جزء بس اتذكر من القطعة كاملة. A healthy lifestyle can help prevent diseases and maintain good health. يبقى هي دي الإجابة. بيقول لك لأن هو القطعة كلها كانت بتتكلم على a healthy lifestyle، الحياة الصحية. تمام. طيب بيقول لك getting enough sleep is important in preventing diseases as، بيقول لك انك تحصل على قدر كافي من النوم هو حاجه مهمه في منع الامراض. ليه بقى؟ لان طبعا هو بيساعد تقويه الجهاز المناعي وهي تم ذكرها، و it reduces the risk of developing chronic disease، وكمان بيساعد ان يقلل من مخاطر اللي ممكن تحصل من الامراض المزمنه. يبقى الاجابه طبعا both A and B طبعا زي ما انت شايف كده. تعالى بعد كده ندخل في سؤال الترجمة. بيقول لك طبعا انت تختار واحدة من الاربعة، زي ما قلت لك وعودتك انك بتختار او بتشوف الاول ايه الواحدة الشاذة عن الاربعة، لان هي مش بتبقى الاختيار الصحيح. طيب it's necessary to pay attention to scientific research، it's necessary to pay attention to scientific research، نفس الكلام نفس الكلام لحد كلمة research، كلهم زي بعض. and space exploration and space exploration لكن world exploration. طيب هو بيقول لك هنا هو استكشاف الفضاء مش استكشاف العالم، يبقى كده دي مش معايا. طيب as to means كوسيلتين to keep pace to keep peace، عشان peace هنا معناها مواكبة السرعة او السرعة بتاعت الحاجة. peace دي معناها السلام. طب هنا مش هتلاقي في كلمة السلام اصلا موجودة في الترجمة، فبالتالي كده C ودي مش معانا. طيب to keep pace with the progress to keep pace with the progress كده A و B زي بعض. that's taken place. take place معناها يحدث، اللي هو بيحصل في العالم. طيب take a place يعني ياخد مكان. طب هنا قال لك تحدث، يبقى الإجابة A. ماشي. بعد كده بيقول لك ينبغي على كل مواطن، تعال نشوف برضو ايه اللي ممكن نطلعه. ينبغي على كل مواطن سيء، ما ينفعش طبعا كده، يبقى هي كلمة صالح هي طبعا المتداولة بين الثلاثة. أن يؤدي دوره بإتقان. تعال نشوف كده مع بعض، تعال نشوف A و B و D. ينبغي على كل مواطن صالح أن يؤدي دوره
وظيفته دوره. طيب هنا بيقولك his role يبقى دوره، يبقى وظيفته ما تنفعش، يبقى دي ما تنفعش. طيب طبعا هنشوف بقى نفرق بين ايه ودي. بإتقان لحد هنا الاتنين زي بعض حتى يتحقق التقدم والاستقرار، التقدم والاستمرار. طيب stability يعني الاستقرار، يبقى الإجابة دي. طيب بيقولك how to set your goals effectively، انت ازاي تبدأ ان انت تحط اهدافك بشكل كويس بكفء. تعالى تشوف انا كتبت لك ايه في الموضوع ده. طيب انا كتبت بيقولك ايه، طبعا ببدأ بانترودكشن وبعد كده بقسم الموضوع بتاعي يعني at least two bodies اللي هو جسم الموضوع، جسم اول وجسم تاني، body 1 و body 2، وبنهي في الاخر conclusion. متنساش انك تكتب، لازم تكتب طبعا العنوان بتاع التوبيك في او التايتل بتاع التوبيك في نص السطر وانت بتحل. طيب انا كتبت بيقولك setting your goal is the most important thing people can do in their life. طبعا ان انت تحدد اهدافك ده حاجة تقريبا او دي اهم الحاجات in the most important thing ان الناس تعملها في حياتها. without goals من غير اهداف ايه اللي يحصل؟ you are going to have no directions، انت هتبقى عندك مفيش اتجاهات اصلا. and no ambitions ومفيش طموح، وكلمة ambition عندك في المنهج to be successful in life عشان تبقى ناجح في حياتك. and you will find yourself lost وهتلاقي نفسك ضايع. so it's a must setting goals for you. فده مهم جدا انك تبني اهدافك ولازم تمشي باهداف في حياتك. تمام، فانا هبدا هنا اتكلم بالتفصيل على الحاجات دي. طب اعمل ايه عشان ابني اهدافي؟ طيب when you set your goals، لما تبني طبعا الجولز بتاعتك your directions towards these goals عفوا، فخلينا بس نمسح دي كده. بيقولك طبعا لما انت هتبني الجولز بتاعتك، بيقولك لما تيجي تحدد اهدافك طبعا when you set your goals your directions towards these goals must be realistic and achievable. بيقولك لما تيجي تحدد اهدافك لازم ان الاهداف، فانت بالنسبة لك هنا عشان اهدافك تكون تقدر تحددها فلازم تكون هي realistic واقعية ويمكن تحقيقها كمان. بيقولك لان people sometimes create goals that are hard to achieve and keep going in unlimited directions to achieve them. لان في بعض من الناس ان هم طبعا بيكريتوا او بينشئوا goals اهداف هارد جدا، صعب جدا ان هي تتحقق ويمشوا في اتجاهات كتير جدا، فبالتالي ان هم they finally end up getting disappointed، فبالتالي ان هم بيكونوا محبطين تماما. وبالنسبه لكده فبيعتقدوا ان الجولز بتاعتهم were easy كانت سهله بس هم ما عرفوش يحققوها، ولكن هم اصلا الاهداف اللي عملوها ما كانتش اصلا قابله للتحقيق اساسا. طب ايه تاني؟ بيقولك sometimes people create goals without ambitions or nothing motivates them to set these goals. بيقولك ان في بعض من الناس لما بتيجي تنشئ الاهداف بتاعتها وتبدا الاهداف بتاعتها بتبنيها من غير ambitions، يعني ما فيش مثلا طموحات، ما فيش حاجه بتدفعهم بشكل ايجابي ان هم يحققوا او ينشئوا الاهداف دي. فطبعا بقولك it's very important to طبعا combine your goals، طبعا combine عندك في المنهج ان انت تعمل مزيج كده من الاهداف بتاعتك مع الايه، مع السمات الايجابيه زي التحفيز والحاجات دي كلها in order for you عشان لكي ايه to achieve them ان انت تحققهم. تمام، وبيقولك طبعا ان الاهداف هي deserve تستحق كل حاجة تقدر تعملها عشان انت تبدأ تدخل في عالم طبعا a world of respect، عالم طبعا تاني، عالم فيه احترام. يعني مش القصد كده، بس القصد ان انت بقى تبقى بدأت ان انت تحقق اهدافك. مش معنى كده ان انت ما حققتش تبقى مش محترم، لا لا لا، مش بنتكلم على كده، بس بنتكلم على انت بتلاقي نفسك ان انت self respect كده او محترم لذاتك قدام نفسك لان انت قدرت تحقق الحاجة دي كلها. تمام، وفي الاخر بيقولك at the end goals are hard to achieve، الاهداف صعب تحقيقها if you are not organized لو انت مش منظم، but easy لكن سهل تحقيقها when you follow a practical way لما انت طبعا سهل تعملها لما بتتبع طريق عملي او فكرة عملية of achieving them لتحقيقهم. طبعا الفكرة دي بيكون ايه بقى؟ بيكون فيها hard work انك بتشتغل كويس وتشتغل بجد، ambitions عندك طموح، وفي امل طبعا بالنسبة لك. فدي ان انت ازاي تكتب المقال بشكل كويس جدا. ده كده عايز اقولك ان شاء الله تاخد فيه الفول مارك. فباذن الله كده احنا كفرنا الامتحان الثالث بالرايتنج بتاعه. ان شاء الله باذن الله اشوفك في الامتحان الرابع، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.